السلام عليكم. بعد ما استلمت الشقة وخدت محضر الاستلام وعاوز تقدم على المرافق، العدادات، سواء الكهرباء او المية او الغاز. في الفيديو ده هقول لك تعمل ايه عشان ما تلخبطش نفسك وتروح وتيجي كام يوم. في ساعتين بالظبط ان شاء الله تكون مخلص كل الحاجات دي في يوم واحد كمان. فاستمع الفيديو وما تنساش حاجة، واللي انا هقوله مكتوب تحت، فيه لينك كده في الوصف تحت. لو دخلت عليه هتلاقي كل اللي اتكتب في الفيديو او كل الخطوات دي مكتوبة، ممكن تصورها بالموبايل وتاخدها معاك سكرين شوت كده، بحيث لو نسيت حاجة ترجع لها تاني. هنبتدي كده بالاوراق اللي لازم تكون معاك. هما 5 حاجات لازم يكونوا معاك عشان ما تروحش وتيجي. اول حاجة اصل البطاقة وتصورها 5 صور، واصل محضر الاستلام الشقة وتصوره 5 صور، وفيزا فيها حوالي 3100 جنيه، ما تقلش عن كده، ومبلغ مادي فلوس كاش حوالي 300 جنيه. برضك هنقول ليه المبلغ وليه 3100 واحنا في الفيديو. الحاجة الرابعة رقم الغاز وهنقوله برضك، وبعد كده رقم عداد الكهرباء او رقم الكهرباء. كل الحاجات دي انت تكون مجهزها كده من بالليل قبل ما تروح تاني يوم الصبح تبتدي في الاجراءات بتاعتك. ما تاخدش بقى كل حاجة، يعني ما تاخدش ملف شقة كله والعقد لا 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 لا، هو بس محضر الاستلام وبطاقتك بس، الأوراق اللي دي اللي مطلوبة معاك. وتتوكل على الله، تروح الصبح كده الساعة 9 على شبكة المية، تاخد رقم وتدخل الموظف. الجميل في المية دلوقتي بقى كل الإجراءات في غرفة واحدة بس، يعني مش للموظف ده للموظف، لا لا لا، كلهم في غرفة واحدة. في خلال نص ساعة انت بتكون، او اقل من نص ساعة بتكون مخلص كل حاجة. المهم تدخل على اول موظف، بتديله صورة البطاقة وصورة صورة واحدة. انت معاك 5 بس، هم هنحتاجهم قدام، بس انا بقول لك عشان ما تروحش كل مصلحة تنيك تلف مين اللي بيصور مين اللي لا، انت تجهز الحاجات دي كده. هتديله صورة واحدة من البطاقة وصورة واحدة من محضر الاستلام مع الاصل طبعا. فهياخدهم منك، وبعد كده هيديك ايصال. بالايصال ده قيمته 1670 جنيه، ده قيمة عداد المية. بتروح تدفعهم في الخزنة. مع الايصال ده بيديك ايصال تاني بالغرامة. الغرامة دي هي عن كل شهر انت ما ركبتش فيه العداد، قيمتها 5 جنيه. طيب بتتحسب ازاي؟ انت استلمت الشقة في شهر 1 مثلا 2023، ورحت تقدم على العدادات في شهر 4، فكده في 4 شهور انت ما قدمتش فيهم على العداد، فبيحسب لك كل شهر في 5 جنيه، يعني 5 جنيه في 4 ب20 جنيه، وبيديك ايصال تاني مثلا ب20 جنيه. يبقى انت كده اللي هتدفعه 1670، والغرامة اللي هي ال20 جنيه 1690 جنيه بالظبط. بتاخد الورق ده منه وبتطلع على الخزنة في نفس المكان بالظبط وراك كده، بتديله الفيزا بتاعتك، بيخصم منها 1670 جنيه زائد الغرامة وال20 جنيه اللي هو بيديك ايصال بيهم. بس هو بيديك الايصال للموظف الاولاني بيقول لك اللي ب 1670 ده مهم جدا. بعد ما تخلص الخزنة بترجع الموظف اللي كتب لك الايصالات، بياخد صورة منها، وبعد كده بيحولك على موظف ثالث. الموظف الثالث ده بيقول لك انت عاوز تشحن الكارت الميه بكام، لان دلوقتي الميه بقت بشحن، مش اشتراك، لا زي كارت الكهرباء كده، تدفع وبعد كده الميه تجي لك. فانت مثلا بتقول له ب 100 جنيه ب 200 جنيه على حسب ما انت عاوز تشحن، بتديله الفلوس، وبعد كده هو بيقوم مديك كارت كده، اللي انت كده زي كده كارت اهو، شريحه، حطه في العداد. المهم بيطلب منك رقم التليفون، بحيث هو مش بيسلمك العداد، في ناس بتيجي تتصل بيك بقى، الرقم التليفون اللي حد متواجد في الشقة بيتصلوا عليك بعد يومين او 3 اسبوع بالكتير جدا، بيقول لك تعالى احنا هنركب العداد. وبيديك ايصال، بيديك ايصالين. انت لو شحنت ب 100 جنيه الميه بس، هو بيديك ايصالين، كل ايصال ب 100 جنيه، بتحتفظ برضك بالايصالين دولت. انت كده خلاص تعاقدت على الميه ومفيش اي حاجه، وفي انتظار الراجل اللي هو الفني يجي يتصل بيك يقول لك هنركب العداد. كده انت خلصت الميه في اقل من تلت ساعه، بتكون مخلص كل الاجراءات دي. بعدها بتخلص في الميه ويبقى معاك الايصالات. بتاخد الايصال ب 1670، والايصال اللي هو بتاع استهلاك الميه اللي انت شحنت بيه كارت الميه، تصور صورتين وتصور الايصال ابو 1670
بتاع تعاقد بتاع عداد المية، بتصوره بردك صورتين، وتطلع على جهاز المدينة اللي انت تابع ليها، عشان دلوقتي بتقدم على طلب عداد. هو كده كده العداد راكب عندك مفيش اي مشكلة، بس انت مش معاك الكارت، برضك انت لازم تقدم عليه. هنشوف مع بعض ازاي. بيطلب منك صورتين من محضر الاستلام، وصورتين من البطاقة، وصورة من الإصالة ب1670، وصورة من الاستهلاك اللي انت دفعت بيها شحن عداد المية. بتاخد رقم، بتروح للموظف، بيديك ورقتين كده. طبعا انت بتقول له انا عاوز يعني اشترك في الكهرباء والغاز. الغاز بتقدم عليه لان في فلوس بتدفع برضك في الجهاز، هنتكلم عليها دلوقتي. المهم بيديك الايصالين دولت، في ايصال فيهم ده قيمة عداد النور ب1350 جنيه، بتدفعهم بالفيزا. عشان كده قلنا لازم يكون في، لان هم ادم فوق المبلغ فوق ال 500 جنيه لازم تدفع بالفيزا. بتدفع بالفيزا 1350 جنيه، والورقة التانية والإيصال الموظف التاني بيديهولك بتدفع فيه الغاز اللي هو تعاقد الغاز 173 جنيه. ده كاش بتدفعهم، وبعد كده ده بيديك إيصال وده بيديك إيصال، بتاخد الإيصالات وبترجع تاني للموظف اللي انت كنت عنده وبتديله الإيصالات، ده بياخد هو نسخة وبيديك نسخة. كده انت خلصت في الجهاز، مفيش اي مشكلة. الكلام ده يا جماعة فعلا يعني بسرعة، مش يعني انت لو في حد قدامك بتلاقيه 3 4، مش كتير، حوالي برضك نص ساعة انت بتكون مخلص اجراءات الجهاز دي. بعد كده انت بتطلع من الجهاز، بتطلع لشركة الغاز، بتروح تقدم تتعاقد بقى، تمضي عقد الغاز. ساعتها انت بالنسبة للفلوس بقى اللي اتدفعت كده، ال 300 جنيه اللي هم الكاش، انت دفعت 173 جنيه في الجهاز ده للغاز، ودفعت 100 جنيه كاش للشحن بتاع المية، و 3100 جنيه انت دفعت 1670 تعاقد عداد المية، وال 1350 بتاع التعاقد بتاع عداد الكهرباء. لو جيت حسبتهم هو المبلغ ده هو المبلغ ده، هيفيد حاجات بسيطة يعني، بس احنا بنأمن نفسنا ايه، صورت حاجة زادت ايا كان يعني اللي بيحصل يعني. تطلع على شركة الغاز بعد كده، بتمضي معاهم، بيطلب منك رقم الغاز. ايه رقم الغاز ده؟ آه، كل عمارة بيبقى فيه رقم كده مكتوب بالسبراي الاسود، ممكن يبقى 6 ارقام او 8 ارقام او 4 ارقام. هو على يعني جنب باب العمارة كده بيبقى حاطين رقم كده رشينه بسبراي اسود كده، هو ده الرقم. زي مثلا ايه اللي هتشوفه دلوقتي ده، ممكن يبقى مختلف عن ده 4 ارقام يعني، على حسب بقى، هو بيبقى معروف او ارقام كبيرة كده. ده اسمه رقم الغاز يعني، هم عارفين رقم العمارة والكلام ده، هم بس بيضيفوا في العقد، بياخدوا الرقم ده بيحطوه في التعاقد عشان يعرفوا الرقم ده بالنسبة لهم، عرفوا عنوان العمارة كده، ده عنوان العمارة، وبيحطوا رقم الشقة بقى اللي ايه بتاعت حضرتك. وبيطلب منك صورة من إيصال استهلاك المية، وصورة من 1600، الإيصالة ب 1670 جنيه اللي هو برضك بتاع تعاقد المية اللي احنا صورناه صورتين كده، الصورتين خلصوا. طبعا بيطلع على البطاقة طبعا معاك، ومحضر الاستلام معاك برضك بيشوفه. انت كده خلصت كل حاجة، بتمضي على وبتسيب برضك، وبتسيب رقم تليفونك، لانه هو بيتصلوا وقت ما بيركبوا الغاز، سواء بقى انت بيقول لك عاوزه قسط او عاوزه كاش، دي راجعة لحضرتك. في نقطة تانية، هو بيطلب رقم تليفون ارضي في الغاز مع الموبايل يعني، مش عارف دي جديدة وقال لازم، المهم لازم تديله رقم ارضي يعني، هو عشان يكمل اجراءات العقد. طبعا بعد ما تخلص مع الموظف في الغاز اللي انت قاعد بيقول لك امضي من المدير، بياخده بيقوم مديك ايصال كده، ايصال استلام مستندات تعاقد يعني، اللي انت تعاقدت على الغاز ده معاك. الايصال ده انت يعني ممكن تصوره حوالي 7 صور او 5 صور، بحيث انت كل شوية وما تيجي تركب الغاز ده بيجي ياخدوا معاينات، بياخدوا صورة، بيجي يعني حاجات برضك مستقبلية ان شاء الله. كده انت خلصت الاجراءات كلها في اقل من ساعتين. المفروض انت كده بتروح لشركة الكهرباء بعد كده، بس طبعا انت بتستنى، حتى في الجهاز بيقول لك هتستنى 20 يوم وتروح تاخد كارت الكهرباء اللي انت بتشحن بيه الكهرباء. ده هنشوفه في فيديو تاني، لان احنا هننتظر بقى حوالي 20 يوم كده، وبعد كده هنزل لكم الفيديو اللي بيحصل في الكهرباء والخطوات بالظبط. وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.